اسمع يا جماعه، يا جماعه اسمع، اتفضل يا جماعه. ايوه يا راشد سكت الناس، اقول كلمه. طيب يا جماعه، يا جماعه شويه. لا هيقول كلمه من فضلكم. اسمعوا الصوت شويه يا جماعه، الصوت يا جماعه. الاول بنهني اخونا بكر ان هو سبب وجودي في السيرك هنا، يعني استاذ بكر الله يسامحه. احنا بنقول له الحمد لله ان خرج بالسلامه على رجليه، سليم معافى من غير اي حاجه. احنا دلوقتي بنقول حاجه واحده بس، كل اسمعني والشباب اللي هناك تسمعني. اسمعوا السيرك، السيرك بيروح منكم، السيرك بيموت، ومش هنرمي كل مره على الوزاره، بيموت مننا احنا السبب جوه بيتنا، احنا السبب مش عارفين ندافع عنه، وبنبص لحاجات توافه صغيره. المرحله اللي جايه دي لازم ننسى كل الخلافات الصغيره ونبص على التآمر على السيرك القومي وازاي نطوره وننميه. اخر ازازه لو سمحتوا يا شباب، محدش هيدافع عنكم بعد كده. انتوا اقفوا جنب مصلحتكم وتناسوا المشاكل الشخصيه. انتوا عاملين زي مصر الكبيره، مصر الكبيره في مشاكل خلافات تافهه واقعين فيها والبلد بتضيع. نفس الشيء جوه السيرك. فلو سمحتوا، لو خايفين على بيتكم الكبير ده، ننسى حقوقنا الصغيره ولو مره، وربنا يوفقنا ان شاء الله وهنطور من نفسنا. بس